في مدينة صغيرة هادية زيادة عن اللزوم، الصمت فيها تقيل والغموض مغطي كل حتة. ابتدت تحصل سلسلة جرايم مرعبة. الناس سمت اللي ورا الجرايم دي الظلام الدامي. محدش كان عارف هو الشيطان مستخبي في عتمة المدينة ولا إنسان فقد عقله وبقى مهووس بالدم. القصة بتبدأ بأول ضحية، وبعدها الجرايم بتكتر واحدة ورا التانية، كأن القاتل سايب توقيعه الخاص في شوارع المدينة. المحقق جون ميلر يبدأ يطارد الظل الغامض ده، بس كل ما يقرب خطوة من الحقيقة الغموض يكبر أكتر. ومع مرور الأيام ميلر يلاحظ إن في رموز غريبة بتظهر في كل جريمة، رموز مش عشوائية، بالعكس كأنها مفاتيح بتقوده لحكاية سودة مستخبية من سنين. الضحايا نفسهم طلعوا مش مختارين بالصدفة، لأ، في نمط معين وفي سر دموي بيربطهم ببعض. ومع تعمق التحقيق ميلر يكتشف إن الموضوع أكبر من مجرد قاتل عادي. في قوة غريبة ورا اللي بيحصل، حاجة مش منطقية ولا ينفع تتفسر بالقوانين المعروفة. الواقع يبدأ يتلخبط بالخيال، وميلر يحس إنه اتحبس في لعبة سودة كل خطوة فيها ممكن تضيعه للأبد. وفي آخر لحظة الحقيقة تظهر، حقيقة صادمة عن هوية القاتل، حقيقة تهز ميلر من جواه وتسيب المدينة كلها في حالة رعب. وسؤال واحد مسيطر على الكل: هو الكابوس ده خلص فعلاً ولا هم لسه عايشين جواه؟